طيب الجيل الجديد ما يعرفش مين نعيمه عاكف. ما يعرفش ايه؟ مين نعيمه عاكف؟ مين نعيمه عاكف؟ اه نعيمه عاكف عمتي. ما يعرفهاش. نعيمه عاكف الجيل الجديد عارف نعيمه عاكف، استحاله. ما تمر يعرفش. حنه، تمر حنه. ايوه طبعا. وخلخال حبيبي. الجيل الجديد انا رشدي بيقابلني أباظة ناس كان كتير من بيموت الجيل فيها. الجديد بيقولوا لي احنا بنعشق نعيمه عاكف، بيقابلوه. نجمه الاستعراض. آه. هو في حد ما يعرفش النجمه فاتن حمامه؟ لا هو طبعاً في كله حد عارف. ما يعرفش شاديه النجمه؟ آه. هو في حد ما يعرفش الفنانه لبنى عبد العزيز؟ هو في حد ما يعرفش الفنانه تحيه كاريوكا؟ هو في حد ما يعرفش الفنانه ساميه جمال؟ هو في حد مش هيعرف أي جيل. الفنانه نعيمه عاكف؟ اي جيل. استحاله طبعا. جيل السوشيال ميديا دلوقتي ولا جيل التلفزيون الابيض كل والاسود؟ الجيل عارف النجوم وجيل دول. بص يا استاذ خالد، اتفضلي. الجيل ده حتى لو هو ما يعرفش هند مثلا او ما شافش حاجه لهند، لكن هو عارف النجوم الكبار دول، لان النجوم دول هم تاريخ السينما المصريه، واكيد بيتفرجوا على بعض الاعمال في التلفزيون الابيض والاسود او بيقروا او بيشوفوا. لا لا لا، اوعى تقول لي ان في حد في العالم ما يعرفش الناس العظماء دول. دول اساتذتنا. ولو هتتكلم على نعيمه عاكف، نعيمه عاكف برغم هي عملت حوالي 24 فيلم. ال 24 فيلم كل فيلم بالنسبه لي انا ب 100 فيلم. انت شفتيها؟ طبعا. عشان هي؟ اه لا. ما شفتي؟ لا بتكلم على الافلام. لا يعني لا انا اتولدت بعد ما عمتي توفت بكذا توفت. سنه. انا اختي الكبيره كانت عندها ساعتها سنتين او سنتين. وبعدين اخويا شريف مات بسبب ان مامتي زعلت على عمتي فتوفى على شريف 4 شهور. وبعدين اختي هويده وبعدين انا. احنا 5 بنات ولد. طيب 5 بنات وظابط.